السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا امارات؟ النهاردة هنعمل مع بعض اسهل طريقة لعمل الكحك على البارد، وازاي تحتفظي بيه وتخزنيه بدون ما يغير ريحته او يغير طعمه. وكمان هنعرف مع بعض ازاي العجينة ما تشققش معانا، وهقولك كمان ازاي يحتفظ بالنقشة بتاعته وتفضل ثابتة. وكل ده هنعرفه من خلال الفيديو. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الطريقة. ودلوقتي هقولك على مقادير الكحك. بالنسبة لو انت هتعملي كيلو دقيق واحد، هنحط معلقة كبيرة من الخميرة ونص معلقة صغيرة من الملح، وكمان هضيف عليهم 3 معالق كبار من السكر وكوبايتين من السمنة. السمنة بتكون بدرجة حرارة الغرفة، تمام كده. بس انا هنا دي كده مقادير الكيلو، بس انا هنا هعمل 2 كيلو من الدقيق، فانا هحط 6 معالق من السكر و4 كوبايات من السمنة، تمام كده. انا هنا هعمل الكحك لا هو دايب ولا هو ناشف، انا عايزاه وسط، بحيث ان انت تقدري تشربيه في اي وقت كده كوباية الشاي وتاكلي جنبها الكحك، ما يتعبش المعدة ويبقى هادي وخفيف كده في اكله. ودلوقتي انا قلبت كل المواد الجافة كده اللي احنا اضفناها. هننزل بقى دلوقتي بالسمنة. ولاحظوا يا امراض ان انا ما اضفتش اي روائح هنا على الدقيق، وهقولك ليه بس واحنا بنجهز الملبن. ودلوقتي بعد ما اضفنا السمنة على الدقيق، اهم خطوة في نجاح الكحك هي ان انتي تبسي الدقيق كده بالسمنة، تخلي الدقيق كله يشرب السمنة عشان خاطر الكحك ما يشققش معاكي. العجينة بتاعته لما تيجي تنقشيها تلاقيها ما تشققش معاكي. بنبسه بالطريقة اللي انت شايفاها قدامك دي، بتنيمي ايده بايدك التانية كده وبتقعدي تاخدي الدقيق عليها كده وتبسي كده، تلفي بايدك كده، هتبصي تلاقي الدقيق كله شرب السمنة بالشكل اللي قدامك ده. في الوقت دون بقى كده احنا هننزل دلوقتي بمجين 2 من المية. المية بتكون اخف كتير من انك تعجنيه بالحليب، وكمان بتخليه عمره اطول وما يغيرش ريحته ولا طعمه، خاصة اذا كان هيقعد معاكي شوية. اما انت لو انت عايزة تعمليه بالحليب فتعملي حاجة بسيطة، وفي نفس الوقت تعملي حسابك انها تخلص معاكي بسرعة. وكمية المية اللي احنا بنضيفها بتكون على حسب نوع الدقيق. يعني هنا انا استخدمت دقيق الحبة الكاملة اللي هو دقيق الغلة، فكل نوع دقيق بيختلف على حسب امتصاصه للسوائل. وخلي بالكم يا امارات وانتوا بتعجنوا الكحك، احنا مش بنلته، يدوبك احنا بنلمه بس كده عشان ما يعملش معانا عرق. ودلوقتي بعد ما عجننا الكحك، عشان تقدري تعرفي العجينة مظبوطة ولا لأ، بتعملي ايه؟ بتاخدي قطعة من العجينة وتعمليها كورة كده في ايديكي، بتلفيها كده تعمليها كورة في ايديكي، وبعدين بتقومي ضغطة عليها ضغطة كده ببطن الايد، فبتتبطط معاكي. فبتبصي في العجينة، لو لقيتي العجينة ناعمة بالشكل اللي قدامك ده ومفيش تشققات في الاحراف بتاعة العجينة، تعرفي ان انتي كده ماشية صح. ودلوقتي انا هسيب العجينة ترتاح كده لمدة 10 دقايق. غطيها كده باي كيس بلاستيك عشان وشها ما ينشفش، ونروح نجهز الملبن. ودلوقتي معانا هنا نص كيلو من الملبن. كيلو الدقيق بيحتاج ربع كيلو من الملبن. هنا انا مستخدمة 2 كيلو من الدقيق، جبت نص كيلو من الملبن، تمام كده. ومعايا هنا معلقتين كبار من السمسم ومحمراهم عشان يبقى نفسه حلو كده في الكحك، تمام. بنضيفه بقى كده على الملبن. ومعايا هنا معلقة كده كبيرة من الزبدة هضيفها على الملبن. ويا ريت يا امارات اللي وصل معانا لحد هنا ما ينساش يدعمنا باللايك، واللي اول مرة يشوفنا اتمنى ينورنا في القناة. ممكن تستبدليها بمعلقة من السمنة. هنا الروائح انا هحطها بقى هنا في الحشو. معايا هنا ريحة الموز، انا هحطها في الملبن. دايما لما بكون هعمل كحك ومحشي ملبن بحط الروائح في الملبن، ما بحطهاش في الدقيق. لكن لو انت هتعملي الكحك سادة حطي الروائح كلها في الدقيق.
بس انا بحب دايما احط الروائح اركزها كده في قلب الملبن، بتبقى الروائح بتاعتها مركزة جدا. اللي بيجي ياكل كحكاية بيلاقي ريحتها فواحة جدا، لان انت كده تعتبري عملتي روائح مركزة. وهنا انا هضيف كده حوالي من 10 ل 15 نقطة كده، دي اسمها ريحة السمنة البلدي. والمكون دوت اللي بيستخدموه بتوع الافران لما بيكونوا بيعملوا الكحك، بيعملوا كده ما بيحطوش سمنة بلدي، بيجيبوا ريحة السمنة البلدي. ودلوقتي هعجن الملبن بقى كده بكل الاضافات اللي احنا حطيناها عليه. وبعد ما عجناه بنكوره بقى كور صغيرة كده، يعني خلي حجمها كده على قد البلية عشان تبقى مناسبة للكحك وما تخرجش بره. ولو انت عايزة للكحك يبقى حجمه صغير بتعمليها قد البيضة كده، ولو هتستخدمي الميزان تخلي حجمها 20 جرام، ولو عايزاها كبيرة تخليها 25 جرام. وقطعة العجين بعد ما بتكوريها في ايدك كده وتعمليها كورة، بتيجي كده بصبعك وتعملها ضغطة كده في النص زي ما انت شايفة كده، عشان خاطر تحطي فيها الملبن. وبعد كده بتلفي عليها العجينة، بتقفلي كويس جدا عشان خاطر تضمني ان الملبن اثناء التسوية ما يطلعش بره الكحك ويلزق في الصينية. وبعد ما بتضغطي ضغطة بسيطة كده ببطن الايد على الكحكاية، بتبدأي بقى ان انت تشكليها بالمنقاش بالشكل اللي انت شايفاه قدامك ده. والكحكاية اللي بتخلصيها بترصيها في الصينية، والصينية ما بندهنهاش حاجة خالص، اهي صينية مش مدهونة. ونعمل بقى كحكاية كمان. وبصي بقى يا مريم، وعشان تتحكمي في الكحكاية اكتر وانتي بتنقشيها، بتجيبي اي حاجة بتحطي عليها الكحكاية، وليكن طبق صغير كده وتحطي عليه الكحكاية، بتخليكي تتحكمي اكتر في انك تقدري تنقشي الكحكاية، خاصة لو انتي بتتعلمي او بتنقشي لأول مرة. وهنعمل صينية بالنقشة بتاعة الختامة دهيت اللي قدامنا دي ختامة بتحطي يدوبك في قلبها العجينة وتضغطي من فوق كده بتقوم العجينة نازلة، بتكون اسرع معاكي من انك تستخدمي المنقاش. ودلوقتي خلصنا ال2 كيلو كحك. احنا هنعمله دلوقتي في الفرن الغاز، هنهدي النار من فوق ومن تحت عشان الكحكاية تستوي معاكي كويس وتلاقي القلب بتاعها كمان مستوي. ومدة التسوية بتكون 20 دقيقة. ودلوقتي الكحك استوى معانا، وشايفة النقشة ظاهرة خالص ازاي. وهنا اللي احنا عاملينها بالختامة، شوفي ارضيتها ما شاء الله طالعة ممتازة جدا في التحمير. وشايفة يا أمرايا النقشة بتاعة الكحك هنا ظاهرة معانا خالص ازاي. في ناس بعد ما بتسوي الكحك تبص تلاقي النقشة ملهاش وجود تماما، وده بيكون سببها انها سابت الكحك لحد ما خمر زيادة عن اللازم. ودلوقتي لما تيجي تفتحي الكحكية كده، بصي ما شاء الله فقش معاكي كده، وتلاقي ريحتها فايحة جدا. الريحة بتاعتها فعلا بتبقى فواحة جدا عن لما تحطي الروائح في الدقيق. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.